الله يسعد أوقاتكم متابعيني وأهلا وسهلا فيكم بقناتي يوميات فتاة. خلينا نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله. طبختنا لليوم رز وشاكرية سهلة كتير وطيبة. قطعت البصل لجوانح وقليتهم بالسمنة وبعدين بضيف اللحمة وبعدها عندي نشا ولبن وبحطهم فوق بعض وبضيفلهم مي وبعدين بصفيهم بمصفاية ناعمة. وإذا رح تسألوني ليش كل هالكمية، بصراحة نحن عائلتنا كبيرة فهيك نحن عطول بنطبخ. اكتبولي بالتعليقات يا حذركم قديش نحن بالبيت كم شخص. كمان جا عبالي أعمل لكم فيديو روتيني اليومي أو روتيني يوم الجمعة، فشو رأيكم؟ كمان يا ريت تخبروني بالتعليقات. هلأ هون بلشت دور اللبن، ما بوقف أبدا لأنه بيفرط. وبعدين بنقع الرز، رح أعمل زبديتين رز، ولكل زبدية بنحطلها زبدية وربع مي لأنه هذا الرز قصير. بصولن بكب عنن المي أكتر من مرة لتصير ميتن رايقة، بحطلن شوية ملح وبنقعن أقل شي 3/4 ساعة أو ساعة، يعني هيك شي. وبعدين بطنجرة على جنب بحط السمنة وبحط شوية زيت أبيض وبضيف الشعيرية وبحمصها لحتى تحمر شوي، وبضيف المي المغلية. طبعا بضيف مي مغلية لحتى تغلي النصبة بسرعة وضيف الرز. يا ريت تعطوني أفكار فيديوهات لأنه بصراحة ما بعرف شو بدي صور، فاحكولي بالتعليقات شو حابين صور لكم. هلأ هون حطيت ملح للمي وغطيت الطنجرة حتى تغلي. بحب أشكر كل مين علقلي تعليق حلو ولو بقلب ولو بنقطة، عن جد شكرا كتير، الله يجبر بخاطركن ويسعدكن يا رب. يعني عن جد أصغر تفصيل بصير بقناتي وحياة الله بيفرحني شو ما كان، كل شي منكن حلو. بتمنى منكن عطول تدعموني وتكونوا معي وتوقفوا جنبي لأنه عن جد يعني محتاج دعمكم. وهون اللبن غلي وضفتله الملح وحطيتله البصل واللحمة، وبس يغلي شوي بطفي تحته. وهيك الطبخة صارت جاهزة. بتمنى تعجبكم. احكولي بالتعليقات شو رأيكم بطريقة التقديم، شو رأيكم بطريقة حكي بالفيديو، وما تنسوا تحطولي لايك. بشوفكم بفيديو جديد بإذن الله.